علاء زلزلي، اليوم قهوتنا بسكاي نيوز عربية صباح السبت معك بعد غياب كثير طويل ولكن حضور كثير كبير بالذاكرة وأيضا في الأغنيات. علاء زلزلي اللي كنت ملقب بألبس الشرق، اليوم وين موقعك؟ بعده علاء زلزلي بعده هو ذاته ما بيتغير، يعني ما في شيء بيغيرني، لا الزمن بيغيرني ولا ابدا في شيء بيغيرني. اسعد ما على قلبي. اول شيء بدي اقول يعني بس عفوا بلشنا دغري بنقول صباح الخير لكل المشاهدين عم يشوفونا. بدي اقول انه اسعد ما في بقلبي انه انا دائما بحس بالعالم قد ايه، يعني بس تحس بمحبه الناس. باختصر الموضوع حتى لو كنت غايب، انا في امور كثير بستقصد اني انا ما طل كثير على التلفزيون، مش كل شيء بيعجبني اني طل فيه. بحب العالم دائما الصوره اللي ماخذتها عن علاء تبقى بذاكرتهم هي صح. الشيء اللي بيضحك احيانا انه انا بديك اليوم عم بحضر بروجرام ليلي كل ارشيفي بحتفظ فيه انا. فبسنه 2000 كنت عامل انا الشكل الحلو تقبرني، كانوا ضاربين كثير وناجحين وعاملين يعني سكسي بالعالم العربي ككل. واول ما طلعت عم تسالني المذيعه قالت لي علاء زلزلي وينك ليش غايب؟ فدائما هذه الكلمه يمكن لانه انا عودت الناس انه كل سنتين ونص نطل بعمل. بس أعمالك قليلة يعني علاء قياسا بالتجارب القديمة. كنت تنزل ألبومات، كنت تعمل هلا ما في، أغاني لا انا ضاربة. اخر البوم كان انا مزبوط اغاني ضربه حياتي عم ينزل، يعني وراكي وراكي الدلعونه ايه بس كانت الفترات اقصر بكثير من اليوم. اقصر لانه ما كان وضعنا بالعالم العربي للاسف اللي عم نشوفه هلا. هلا لنا نحن عم ننحكم بالعالم العربي، عم ننحكم بقضايانا العربيه يعني انا ما بعرف اذا في ناس يمكن كيف تاخذ الموضوع، بس انا انسان بتاثر. يعني ما انا في ناس مره قالوا لي انه انت كيف بلبنان من 2005 لل 2008 لحتى انا نزلت انه اذا لهم يا عمي. طيب 2005 كان في مشكله مثلا مشكله بلبنان استشهاد الرئيس الحريري، بال 2006 كان في ال ال يعني العدوان الاسرائيلي على لبنان، مشاكل هذه كلها. طب انه اذا في ناس يمكن ما بتتاثر، انا بتاثر. ما انت من قبل لما كان يصير هي الظروف يعني السياسيه خلينا نقول او المشاكل بالبلد كنت تقدم اغاني لها علاقه بالوضع، يعني قدمت ابتداء من استشهاد رفيق الحريري وحتى مرورا باليوم قدمت اغاني كان لها علاقه بالوضع. قدمت انا ايه اكيد قدمت انه اغاني وطنيه عن لبنان، قدمت اغاني اللي هي قضيه فلسطين اللي بتهمني انا، القضيه الاولى والاخيره بالنسبه لي انا كفنان وكانسان. وقدمت اغاني وطنيه اكيد لانه انا معني بكل شيء بيصير ببلدي، فانا مجبور اني مش انه مجبور يعني بمعنى مجبور مش ما حدا يفهم، انا يعني ملزم باني انا اكون مع ناس اللي حبتني مع جمهوري ومع بلدي بكل لحظاته. بس قلت لي انه دائما انه تقريبا صارت كلمه الغياب مقترنه بعلاء زلزلي، ما صرت بتكره انه دائما انت فعلا تكون مقترن بهذا الشيء؟ بس مش كثير زعلان الغياب او الحضور، يمكن مثل ما صار السوق بيفترض يعني بيفرض على الفنانين انه يكونوا متواجدين دائما دائما دائما. ما بوافق الراي. مالك مع هي النظره؟ انا ضد انه الفنان يكون متواجد دائما. معظم الفنانين اللي انا بلتقي فيهم بيقولوا لي دائما انه انا ما بحب اطلع كثير الا اذا عندي شيء احكيه. شو هو الشيء اللي لازم يحكيه الفنان لحتى يطلع؟ يعني انا برايي انه دائما الفنان مثلك علاء ومثل كثير فنانين بيشبهوك، عندكم خبره تراكميه وعندكم تاريخ فني يجب ان يحكى عنه. يعني هل يجب دائما ان تكون اللقاء متعلق بمناسبات آنية لحظية؟ لا انا ما قلت انه مناسبات، قلت انا في مناسبات يعني معينه ممكن يطل فيها معايدات للجمهور. ممكن انا تقولي لي هلا ممكن مثلا مثل حضرتك اليوم اني انا عم طل عبر شاشه السكاي نيوز مثلا عم طل لجمهور غير معني بالجمهور مثلا اللي بيكون على غير محطات. صحيح. فما عندي مشكله، بالعكس انا بطل بنحكي لانك تحكي في امور، مش انه دائما بتطلع تحكي عن تاريخك، عن تاريخك او عن فنك او عن مشوار الفني اللي بدي احكيه. انا بدي يكون في حلقه كامله وكبيره وينحكى بعده مواضيع، ما بتنحكى بمراحل صغيره. انا مع انه قلت لك الفنان يحدد طلعاته، رغم انه علاء بانطلاقتك يعني النجوم الكبار او اللي كانوا سابقينك يعني بالوسط الفني اعتبروا انه انت شاب جديد وعم تقدم شيء ما بيشبه الشيء اللي عم يتقدم، واعتبروا انه انت مثل اليوم نحن ما بنرفض الجيل الجديد او فئه قليله من الجيل الجديد، كنت انت مرفوض في البدايه ولكن بعد فتره اكتشفنا انه انت لم تعد مرفوض مثل الاول. بس ما اقعد مرفوض بل قلد، يعني في فرق انه مش بس انه منك مرفوضه، انه قلدوكي بكل شيء، يعني قلدوني بكل شيء عملته. يمكن انت احترامي فتحت لهم لجيل يعني. كثير لا وين المشكله؟ يعني دايما الناجح
واللي بيكون عنده شيء جديد بده يعمله اكيد بده يحمل على عاتقه لا هلا ما فيك تقول انه الكل رفض. كان في بكل شيء بالحياه، لانه في عندك ناس ضدك وناس معك. صح. فانت اليوم بالفن ما عندي مشكله اذا كان في ناس بفتره من فترات كانت رافضه هذا الموضوع، بس انا بعرف انه في ناس رافضه اللون الغنائي تقريبا. اللون الغنائي لانه كان لون غريب، يعني انا اخذت جرأه كانت كثير، مش بس بالغنائي، يعني انا بالشكل ككاركتر. صح. انا مع الكاركتر مش مع يعني انا مع الفنان يكون عنده شخصيه. مش ضروري تقارنيني بعمالقه الفن، بس فيك، بس ما في يقول انه انا فلان حتى لو كان حجمي صغير او كبير. يمكن ما اكون بعظمته للفنان الكبير او بتاريخه، ما في يقارن حالي فيه، ولكن في يقول هذا انا. تأكيدا لكلامك، الفنان الكبير ملحم بركات في لقائه السابق مع سكاي نيوز قال انه النجم يخلق نجم، ولكن قد ما اشتغلت عليه بعدين، هو كان عم يحكي يمكن عن البرامج الغنائية، انه بعدين يا انت بتخلق فنان ونجم، يا اما بتكون شخص عادي حتى لو كان عندك كل المواهب يلي ما حدا بيملكها غيرك. والدليل انه في كثير ناس باستديو الفن من ايام، يعني اللي انا بعتبره هذا اهم برنامج انعمل بعالمنا العربي، اللي هو استديو الفن اللي خرج كل النجوم اللي هلا نحن ما شاء الله عم نشوفهم صاروا هن يعني لجنه حكم بالبرامج. فهول تخرجوا كلهم من برنامج واحد اسمه استوديو الفن تقريبا. فانا بلاقي انه في كثير ناس اخذت الكاس الذهبي والميداليه الذهبيه على، وناس اخذت برونزيه. في ناس صارت نجوم عربيه كبيره بالبرونزيه، وفي ناس بالميداليه الذهبيه بقيوا محلهم ما عملوا شيء. طب ليه بتعتقد انه هذا البرنامج لحتى اليوم هو اكثر برنامج خرج نجوم صف اول، بينما كل البرامج اليوم رغم الانتاجات الضخمه ورغم ما في نجم، مش ما في نجوم بالعالم العربي. اول شيء في عده عوامل. اول شيء كان في بالزمانين كان في يعني روميو لحود، كان في توفيق الباشا، كان في الياس الرحباني، كان في طبعا مع حفظ الالقاب يعني كان في زكي نصيف، كان في عالم كان في صناع موسيقى مختلفين عن اليوم. لا، وكان في اشخاص كبيره مع احترامي لهم كلهم مهمين يعني، بس انه كان في ناس مختصه بالموسيقى وتقيم الاصوات وتقيم كذا. كان عاد بعد انه في مش مثل هلا، كان الوقت غير هالوقت. يعني مش انه مثلا هلا مين ما كان بيطلع بيعمل الاغنيه بيحطها على تلفزيون وبينزلها، يعني ما عنده مشكله، بيتفق مع التلفزيون بينزلوا له كليب، بينزلوا له ودغري بيقول لك حفله النجم فلان وصار وخلصت الحكايه. يعني بزمان كان في مواضيع لحتى يطلع واحد نجم، يعني مثل هلا حتى بمصر. يعني بمصر كنت لحتى تطلع على التلفزيون لازم يكون ماضي كمال الطويل الله يرحمه، محمد سلطان، عمار شريعي الله يرحمه، طبعا مع حفظ الالقاب دائما بحكيهم اسماء كبيره ليمضوا لك انه يعترفوا انه انت صوت بتغني يعني. طب علاء، انت اليوم بعدك بتحس انك انت اللي بتمثل فئه الشباب، ولا خلص صار في لك ليفل معين او مستوى؟ على اللي بمثل علاء زلزلة يعني مع المحبين تبع علاء. طيب اليوم بوسط هي الزحمه الفنيه اللي عم بتصير مش بس بمصر وايضا في لبنان وربما في الوطن العربي بشكل عام، هناك زحمه فنيه ما عاد قدروا الناس انه يمكن يستمعوا بشكل صحيح فيها للموسيقى. صار هناك خيارات اما هي جميله جدا او هي دون مستوى السمع حتى. وين بتحس انه اليوم المفروض يكون الفنان موجود لحتى يقدر يكون متوازن ربما بعض الشيء وسط هذا الكم الهائل من الفنانين؟ يعني لازم يكون موجود باختياره، يعرف شو يختار، بس يعرف شو يختار وينزل. لذلك انا بقول لك انا انه مش مشكله قد ايه بتغيب، المهم بس تنزل شو تنزل، شو تعمل، شو تقدم للناس. كيف بده يكون الاختيار صح؟ لانه اليوم حتى الاغنيه تخضع يعني لمعايير مختلفه عن ما هي بالسابق. بدك تكوني كثير بتعرفي الناس، قريبه منهم وبتعرفيهم. الناس يعني في الشارع علاء؟ مش كل يعني ايه الناس هلا، مش لك بدي لك شغله، ما فيك تحطي العالم احيانا تقولي انتم والله الذوق الفني، بالعكس والله الذوق كثير مهم، وبعد في ناس كثير بتسمع، وثلاث ارباع العالم واذا مش كلها يعني بدي اقول ما تعتبر على اشخاص. احيانا التلفزيونات هي الاعلام، يعني مع احترامي للاعلام اللي هو بيعتبره السلطه الرابعه، هو اهم سلطه. بعض الاعلام مش ما نظلم الاعلام ككل، ولكن انا بقدر اقول لك انه في اماكن هن عم يفرضوا اشياء على المستمع او على المشاهد. ولكن انا بقدر اقول لك انه ما تحكمي من اغنيات اذا لقيتي اغنيات منا كثير، او مثلا منا كثير هالاغنيه الراقيه او الاغنيه المنيحه او الهادفه، انه تحكمي انه هذا هو الوسط او انه هذا العالم هيك. لا، مش مزبوط. العالم تسمع الشيء الحلو. لا، العالم احيانا بدها تموع عن بالها، ما زهقت. نحن شايفين شو عم بيصير بعالمنا العربي، بيكونوا زهقانين مالين يعني هيك. يمكن في منهم بيحبوا يسمعوا الاغنيه ليضحكوا مش اكثر من هيك، مش ليستمتعوا، ليضحكوا.
الجمهور وفي اليوم بتحسه للفنان يلي حبه ذات يوم رغم انه هو ما عاده موجود في الساحه كما يجب؟ اوعي تصدقي بحياتك انه في حدا بينسى حدا. اوعي تصدق انه والله في جمهور نسي هالفنان اللي بيحبك ما بينساكي لبعد. والدليل انه في عمالقه كبيره يعني فنانين. بدي احكيكي مثلا مش عم نقارن حالنا، مش انه نحن ما في اشطر مننا بعالمنا العربي. اذا حكيتي كلمه دغري بياخذوها اوف عم بيقارننا. نحن ما عم نقارن، نحن عم نحكي، عم نعطي مثال على عمالقه كبار رحلوا عن هالدنيا فنيا، ولكن بعدهم لحد هلا جمهورهم مسك فيهم وبشكل كتير كبير ومتعصبين لإلهم. فلذلك انا يعني بس اوضح لك كلمه، انه انا بقول لك انه ما في حدا بالكون بحبك وبيقدر ينساكي، او انه والله استبدلك. حتى اغنياتك علائك لها علاقه حتى بلقبك زلزلي، اغنياتك دائما فعلا بتزلزل وبتعمل ضجه كثير كبيره. معاني اغنياتك وايضا اختياراتك في عناوين الاغنيات تقبرني، يعني من ايام زمان ولا حتى اليوم. حتى رجعت تدلعونا من اول وجديد ولكن سمعتنا اياها بطريقه مختلفه. هذا الوقت الطويل اللي بتاخذ فيه اللي بتاخذه لحتى ربما ترجع تختار اغنيه جديده، هل هو اللي بخليك تقدم اغنيات ناجحه بهذا النجاح، يعني هذا المقدار؟ يعني انا كنا عم ضحك من هذيك اليوم انا وخيي، حوالي ال 40 اغنيه نحن مسجلين ولاغين. ليه؟ بحس مش وقتها. يعني كل ما اكون عم سجل اغنيه بتاخر، مثلا الوقت بيتاخر معي اني انزل، بحس انه لا هي ما عادش وقتها هلا. العالم مش هذا اللي بدها اياه. العالم بدها شيء. يعني انا مع انه الفنان في شغله كثير مهمه، انك اول شيء تعرفي انه شو بدك انت، العالم شو بدها، وبلس انك تزيدي طعمتك عليها. هلا اليوم اذا انعرض عليك انك تقدم برنامج على التلفزيون أسوة بالفنانين الآخرين، أو أنك تكون عضو بلجنة تحكيم إحدى البرامج الهواة، أو أنك تكون حاضر على الشاشة، هل بتعتبرها فرصة للتواجد من أول وجديد ولا ترفض؟ أنا متواجد، ما في شيء اسمه من أول وجديد. أول شيء أنا متواجد، قلت لك متواجد بأعمالي، متواجد بلقاءاتي، والدليل إنه أنا اليوم معك على الهواء كمان مع الجمهور اللي عم يشوفنا. واما اني اكون لجنه حكم لا، بتمنى اني اكون ضيف بشي برنامج، يعني ما بتمنى اني اكون لجنه حكم. تماشيا اليوم مع مزاج السوق الفني، مزاج بتحضر؟ انا هلا عامل البوم جديد، يعني ان شاء الله انه نقدر ننزل كالبوم. هلا انا اذا ما قدرت حنزل سنجل مشان ما اكون واعد الناس. انا حضرت البوم يعني عامله خالص، عامل شيء هيك يعني اول شيء مغني، بما اني غنيت انا اللهجه المغاربيه، يعني مثل ليمون اللي غاروا مني، مثل جيسوي مالاد على جيتار، مثل بزاف. هلا هون نجحت فيهم، او الدياره. وغنيت المصري وغنيت اللبناني الشعبي. بس كنت هلا اول من غنى خليجي. ايه هلا انا مقدم اللون العراقي على اسلوبي انا كمان، باسلوب على زلزله. اسمع شكل الصبيه. سمعني شوي. بتقول بنية قالت أحبك أنا بس عندي 7 أخوان، قلت لأخوتك بشر بس أنا جوعان، قالت بوي عربي ويذبحك بالسكين، قلت لها والله خلي بيوتكم بارود واخدك غصب عن أهلك وخلي كل الناس تشوف، وهالك يقولوا ريت الجرى ما كان، والله عشقت الصبية، الصبية والله حلوة، هذه البنت الحورية جابت لي قلبي البلوى بلوى دب 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 دب. بدي اقول لك شكرا كثير لوجودك شكراً معنا كتير علاء زلزلي بسكاي نيوز عربية، كنت ضيف عن جد كثير عزيز علينا. شكرا كثير لك ولكل المشاهدين ولمحطتكم الكريمة، وشكرا لك لنا وشرفتونا، وان شاء الله يا رب نكون قدمنا شيء خفيف للناس. اهلا وسهلا فيك.